السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه أجمل اخوات وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. راجعه لكم النهاردة بفيديو جديد وفيديو مختلف تماما، يا رب يعجبكم كده. واللي عندها بنات كده في سن ال 12 14 سنة، عايزاكم بقى تخليهم يتفرجوا على الفيديو ده عشان يكون تشجيع وتحفيز ليهم، لان انا اتفاجئت. وهنتكلم النهارده مع بعض كده شويه، وهوريكم الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله يكون تشجيع كده للبنات القمر العسل اللي في سن ولادي او بناتي، فربنا يحفظهم ليكم وربنا يحفظهم ليا. تعالوا بقى قبل ما نبدأ الفيديو كده مع بعض ونسمي الله، نذكر كده الله مع بعض كده ونكسب ثواب مع بعض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكمان اللي أول مرة تشوف قناتي، فضلا الاشتراك من كل أخ وأخت ولايك على الفيديو كده عشان تشجعوا البنات وتشجعوا كل اللي في سنهم كده إن هم يكونوا قد المسؤولية. عايزة أقول لكم إن أنا كنت تعبانة، عدى عليا كده يومين كنت تعبانة جدا وجسمي تقيل وباخد علاج وعلى طول كده في السرير ونوم وكسل وجسمي تقيل خالص، وكنت تعبانة كده ومش مركزة في أي حاجة في البيت. ولكن بقى الحمد لله ربنا يحفظ لنا أولادنا وبناتنا يا رب اللهم آمين. عندي بنتي، بنتي الطويلة اللي انتوا هتشوفوها اسمها جنى، وكمان معاها بنت عمتها انا بعتبرها زي بنتي تمام، اللي هي دلوقتي ماسكة معانا البانيه، اسمها جودي بنت عمتهم تمام. هي قاعدة معايا برضو اليومين دول وقاعدة مع جنى، وهما الاتنين اتفقوا ان هما يفاجئوني ويعملوا الغدا النهاردة. عملوا لنا بقى بانيه وعملوا لنا مكرونة، وكانت الحمد لله الأكلة زي العسل زيهم. فهنا عندي جنى وجودي، بنتي وبنت عمتها، فاجئوني وعملوا الغدا النهارده. دي جنى بنتي، ماشي بتوريكم اهي بتعمل المكرونه. حطت يعني الميه، وبعدين حطت الملح، والميه طبعا بتغلي فنزلت بالمكرونه تمام. بصوا هي هنا بتوريكم المكرونه وبتفتح الكيس اهو بتوريكم، يعني انتوا لو ما شفتيش المكرونه وهي بتحطها في الميه وبتشوفوا المكرونه بعد ما فتحتها من الكيس، بصي هي هتزعل لازم تشوفوا كيس المكرونه والله عسل، وفاجئوني بالفيديو وانا كنت مبسوطه بيه جدا جدا. كمان جوزي كان جايب كده فاكهه، فقالوا خلاص نغسلها كمان بالمره ونحضرها، وغسلوها وصوروا كل الكلام الحلو ده، وانا عجبني الفيديو قلت لازم انزله لكم. هم كمان مبسوطين ان هم كانوا بيحضروا الغدا، وغسلوا كده شوية المواعين اللي عملوها مطرح الغدا، وغسلوا لنا الفاكهة وظبطوا كده الدنيا حواليهم، فشكرا ليهم. دي جودي ما شاء الله زي العسل، بحبها جدا وزي بنتي. بتغسل معانا هنا التفاح غسلته، وانا معوداهم ان الفاكهة والخضار بعد ما بنغسلهم كده غسلة حلوة بالمية بننقعهم كده في شوية مية ومعلقة خل، لان احنا عارفين الفاكهة والخضار والحاجات دي بقى بياخدوا كيماويات ومليانين بقى بالفيروس والميكروبات والحاجات دي. فمعوداهم ان احنا بنغسل الفاكهة وبعدين ننقعهم في شوية مية بمعلقة خل، وبعد كده بنشطفهم شطفة أخيرة كده ونصفيهم من المية ونحطهم في التلاجة. فهم هنا بيغسلوا معايا. هنا جودي غسلت التفاح، وبعدين جانا دلوقتي بتغسل التين. مع ان انا التين من الفاكهة اللي بحب اشيلها كده. بص مبسوطين وبيغنوا وبيضحكوا ومقضيين الفيديو هزار في هزار. انا مش عايزة اقول لكم الفيديو الاصلي مضحك وجميل ازاي، بس طبعا كان في صوت تلفزيون وصوت دوشة فاضطريت ان انا اسجل لكم. ماشي. فهنا بنتي بتغسل التين، وانا متعودة ان التين من الفاكهة اللي انا بحطها في الطبق البلاستيك واحطها في التلاجة من غير ما تتغسل، لانه بينعم وبيبوظ بسرعة. بس طبعا هم ما كانوش يعرفوا. فبصوا هنا كل واحدة حاطة لايك على الفاكهة اللي غسلتها. جودي حاطة لايك على التفاح، وجانا حاطة لايك على التين والله عاملين الفيديو بطريقة لذيذة وخفيفة. هنا المكرونة بيقلبوها يشوفوها استوت ولا لا، طفوا عليها هيبتدوا بقى ان هي جوجو جنى تصفي بقى المكرونة بص بيهزروا ويضحكوا، وكان الفيديو سكر كده زيهم. وهنا صفوا بقى المكرونة، والله عملوا شوية مكرونة بالصلصة عسل قوي زيهم، وكان فعلا المكرونة طعمها جميل وخفيف.
والصلصة كانت معمولة حلو، والمكرونة مسلوقة صح. انتوا عارفين ان المكرونة لو اتسلقت زيادة عن اللزوم بتتهري، او ان هي بتنعم كده شوية فما بيبقاش ليها طعم. فالمفروض ان هي تبقى مسلوقة ايه بدرجة معينة، يعني ما تكونش مسلوقة قوي. فهي عاملاها كده فعلا، سلقاها صح، درجة السليق بتاعتها مظبوطة، وشطفتها بشوية مية ساقعين كده من الحنفية عشان درجة السخونة بتاعتها تقل. وكمان حطيتها كده تصفي من المية بتاعتها، وحطت شوية زيت، وقلبت وسابت المكرونة. عملت زي ما بتعمل بالظبط. قالت لي ماما انا بشوفك بتعملي ايه وانا عملت زي ما بشوفك. يعني انا مبقفهاش في المطبخ كتير، هي بتساعدني. تعمل شوية لسان عصفور، تقلي بيض، تحمر بطاطس، تعمل شوية سلطة، الحاجات دي فاهمين. بس لقيتها بقى فاجئت بالفيديو. واحدة عملت البانيه والتانية عملت المكرونة، وبعدين عملوا الصلصة مع بعض. والمهم ان هما يعني ربنا يحفظهم يا رب، ويحفظ لنا بناتنا. عايزاكم بقى كل ام معايا وتتفرج الفيديو ده على بناتها، عشان يتشجعوا كده لما تكونوا تعبانين، يكون حد معاك وفي ظهرك ويساعدك. فهم فاجئوني، انا كنت تعبانة وهم فاجئوني بالفيديو ده. فشكرا ليهم بجد، مشكورين. وعارفين ان انا بحب اصور، فقاموا عملوا كمان الاكل وصوروا، يعني عملوا 2 في 1. اللي هم عملوا لنا الاكل عشان نتغدى، وفي نفس الوقت صوروا وعملوا لي فيديو. فربنا يحفظهم لنا يا رب. عملوا كمان الصلصة يعني انا ساعات بعمل الصلصة بطريقة سريعة، بدل بقى ما اعمل تومة او بصل وتتحمر مثلا او كده، وبعدين انزل بالصلصة وبعدين انزل بالتوابل. لا، انا ساعات بعملهم في خطوة واحدة لما بكون مستعجلة. هم عملوها كده بالظبط. بحط القوطة وبعدين بنزل بالتوابل، وممكن نص مكعب مرق كمان مع المرقة، يعني مع الطماطم، وقرن فلفل حراق، والتوابل بتاعتي، وبصلاية صغيرة، وفص واحد توم. ونزلوا هما كمان بقى بالحاجات دي ويضربوها في الخلاط، وننعم بقى المكونات دي، او نضرب القوطة في الخلاط صح. بصي جودي نضرب بقى القوطة جامد قوي لحد ما تبقى هريسة خالص معانا، او مضروبة صح. ليه؟ لان في بصل وفلفل وتوابل وقشرة طماطم هما ما صفوهاش، فعملوها جامد او هرسوها في الخلاط جامد. ماشي. هنا بقى بنحط الحلة وفيها معلقتين زيت. جانا بتحضر الصلصة. بصوا، وبعدين لما الزيت يسخن قوي ننزل بالصلصة بتاعتنا. طبعا الصلصة بتاعتنا فيها فص ثوم وبصلاية صغيرة والفلفل والتوابل بتاعتنا وسنة ماجي كده او نص مكعب ماجي. فالصلصة بتاعتنا فيها كل حاجة. فبنقدح الزيت جامد وبننزل بالصلصة ونسيبها تتسبك بقى. خلاص كده هي كل حاجة بتتعمل معانا في خطوة واحدة. تمام. فهنا جانا عملت الصلصة، حطيتها على النار، وجودي هي اللي كانت ضربها في الخلاط. وواحدة عملت التفاح غسلته. بص بيهزروا ويضحكوا، وجانا عمالة تهزر وتضحك. وجودي كانت عملت التفاح، وجانا عملت التين. واحدة عملت القوطة في الخلاط، والتانية حطيتها على النار. وواحدة حطت الزيت وولعت يعني على الطاسة، وبعدين بيساعدوا بعض. وبعدين هنا جودي بتنزل بالبانيه، وجانا اللي كانت مطلعه لها الطاسه ومولعه البوتاجاز وحاطه الصلصه كده، يعني مساعدين بعض. ممكن الحاجه اللي ما عجبتنيش ان هم طلعوا الطاسه اللي بعمل فيها السمك. هنا انا عندي طاسه بحمر فيها بطاطس وبقلي فيها بانيه. ساعات ممكن احمر فيها الكبده، يعني بتبقى ايه استعمالها خفيف وكده. الطاسه اللي بتقدم عندي، او اللي هي بقى بيبقى صعب تنظيفها ورخمة كده شويتين، ببتدي ارمي القديمة بتاعت السمك، واخلي اللي هي بتاعت التحمير اللي زادت معايا او بقالها فترة معايا اخليها للسمك، واجيب واحدة جديدة وهكذا. فالمهم ان هم قالوا في الطاسة اللي بنعمل فيها السمك مش مهم، المهم ان هم كتر خيرهم، باباهم بيحب المكرونة بيضة والصلصة بره. تمام. فده كان الفيديو، وشكرا ليكم.